السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا النهارده في اليوم الأخير للمؤتمر الدولي الثامن الذي أطلقته كلية التربية جامعة الأزهر بنين بعنوان تدوير التعليم. نتشرف معرفة حضرتك الأول. دكتور ياسر علي البطرشين، مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الأزهر. حضرتك إيه رأيك في عنوان المؤتمر؟ طبعا عنوان المؤتمر عنوان مهم جدا، وأتوجه في البداية بخالص الشكر والتقدير لإدارة كلية التربية جامعة الأزهر لاختيار هذا العنوان الذي يتواكب مع المستحدثات العصرية التي نعيش فيها الآن. احنا عندنا تدوير التعليم مطلوب جدا ومهم في جميع التخصصات التعليمية، لأن هناك متغيرات في ثوابت وهناك متغيرات في التعليم، إما في تعليم قيم وسمات ثابتة لا ينبغي أن تتغير هذه القيم، وهناك متغيرات تتواكب وتتناسب مع طبيعة وتحديات واختلاف العصور واختلاف الأزمنة. فاحنا عندنا ما بنثبتش في بعض التخصصات على معلومات واحدة، زي المواد التكنولوجية بتتطلب التغيير، والمواد التربوية تتطلب التغيير، ولكن هناك ثوابت لا ينبغي الاقتراب منها. طب حضرتك هل بتشارك بحاجة في المؤتمر دوت؟ بشارك بحث عن منظومة تفعيل التكنولوجيا الخضراء في المؤسسات التعليمية في ضوء المواصفات العالمية. بحث رائع جدا. ممكن ناخد نبذة بس بسيطة جدا عنه؟ طبعا التكنولوجيا الخضراء دي احنا بتهدف الى توفير عناصر آمنة في المجتمع الذي نعيش فيه، وخصوصا يعني ممكن التكنولوجيا الخضراء دي تكون في الطاقة، تكون في الوسائل التعليمية، تكون في كافة الأشياء اللي بنستخدمها في العملية التعليمية. طبعا احنا من شوية كنا بنقول ان احنا عايزين يعني بيئات آمنة، بنستخدم الطاقة الشمسية ليه؟ على أساس ان احنا نوفر من الاحتراق اللي بيحصل من خلال البنزين، من خلال الحاجات دي. طيب بنستخدم ممكن في المؤسسات التعليمية كنا بنجد ان ممكن نلاقي كل مكتب من مكاتب الموظفين يوجد عليه جهاز حاسب آلي، كيسة وشاشة وبرينتر وسماعات والكلام ده. فاحنا ممكن نستغنى عن ده كله. احنا رأينا اللابتوب بيقضي نفس وظائف الثلاث قطع بتوع الجهاز اللي هو الأول اللي كنا بنشغله بثلاث توصيلات كهربائية، ولكن نستطيع النهارده ان نوصل بتوصيلة واحدة. نستطيع ايضا ان احنا البرينتر داخل كل مكتب ان احنا نخلي برينتر واحد متصل بشبكة الانترنت او بالواي فاي. فدي تكنولوجيا آمنة، ان ممكن فكرة رائعة جدا طبعا. اكتر من موظف او اكتر من عضو هيئة التدريس يستخدم برينتر واحد في المكتب الواحد، على اساس ان احنا نرشد في استهلاك الطابعات واستهلاك الأجهزة، وكذلك هنوفر في استهلاك الطاقة المستخدمة في هذه الأجهزة، وهي الوظيفة أو الهدف اللي احنا عايزين نحققه اتحقق خلاص. الحمد لله. الحمد لله. فكرة رائعة جدا. تاني حاجة احنا المستحدثات مثلا الأزمات العالمية بتتطلب منا استخدام التكنولوجيا الخضراء. أزمة زي أزمة كورونا اللي قابلتنا دي، احنا النهارده كانت الناس بتتعامل من خلال المنصات التعليمية، ما بتتعاملش بالأوراق مع بعضها، مفيش حد كان بيمسك ورقة، كان كل الناس عندها ذعر من تداول الأوراق. فتداول الأوراق ده في حد ذاته كان بيسبب أزمات صحية، إن ممكن لو واحد حتى أصيب بإعياء أو بسخونة كان بيعتقد إن الإصابة دي من خلال الورقة اللي مسكها، ده أنا مسكت ورقة من واحد مريض. فالمنصات التعليمية كانت عبارة عن تكنولوجيا خضراء، إن هي وفرت الخوف اللي بيحدث، ووفرت التعامل مع تداول الأوراق في المؤسسات التعليمية. ومن هنا كانت الحاجة ملحة إلى تفعيل منظومة التكنولوجيا الخضراء في المؤسسات التعليمية. شكرا للدكتور ياسر البدرشيني في نهاية اللقاء جريدة نوبل العالمية. تشكر سعادتك، وفعلا فكرة رائعة في خطة البحث. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا على كان معك الدكتور مجدي الناظر، جريدة نوبل العالمية.